ينطلق عن طريق لوكا مودريتش يوصلها لخيمينيز عفوا رودريغيز جاريث بيل رونالدو وضربة جزاء. نعم ضربة جزاء يقول حكم المباراة للريال. يا له من كريستيانو ويا له من رونالدو، راح مباشرة للمدافع دفعه إلى ارتكاب الخطأ وضربة جزاء صفراء حكم المباراة وبطاقة صفراء على جيليرمي سيكويرا المدافع المكسيكي الأيسر لعناصر اتلتيكو مدريد. رونالدو يتحصل على ضربة جزاء ضربة جزاء شرعية لا مجال فيها لا للنقاش ولا للكلام. على فكرة قلت بأن كريستيانو رونالدو سجل 5 أهداف في ال7 مباريات الأخيرة أمام الريال من أصلها 3 ضربات جزاء. هل ستكون الرابعة أصلا؟ هل سيسددها رونالدو؟ ضربة الجزاء عند الدقيقة 25 سؤال لم يكن في محله، لأن رونالدو هو الذي يسدد ضربات الجزاء بالنسبة للريال. راح مباشرة للمدافع دفعه إلى ارتكاب الخطأ ارتكبه المدافع جيليرمو سيكويرا. ضربة جزاء صفرها الحكم. كريستيانو رونالدو مع ميغويل أنخيل مويا. رونالدو ومويا سيضيع رونالدو لا يسجل جول رونالدو هدف التعادل الريال عند الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول. عادت الأمور إلى نصابها وإلى ما كانت عليه عند بداية المباراة. كريستيانو رونالدو في ثاني أهدافه هذا الموسم مع فريقه ريال مدريد، ثاني أهدافه وهو الهدف رقم 256 بالنسبة لرونالدو مع الريال في 251 مباراة. يجب أن نذكر هذه الأرقام الخاصة بكريستيانو رونالدو. حطها على يمين الحارس ميغويل أنخيل مويا معدلا النتيجة لريال مدريد. هدف مقابل هدف صارت النتيجة. مشاهدينا الأفاضل تبعث المباراة من جديد.